انا حر، ما حدش شريكي. انت حر في نفسك مش فيا انا ما جمعتكش معايا في حاجه، وسيبك مني بقى وطلعني من دماغك. عايزني ارميك يعني؟ ماشي بالظبط كده زي ما انت رميتني وانا عيل صغير من غير ما تسال فيا ولا تهتم. هو المفروض مين اللي يسال في التاني؟ عايز تعرف المفروض؟ حاضر يا استاذ كمال، انا هقول لك. المفروض ان الاب هو اللي بيحسس ابنه بوجوده في حياته، مش امه تموت وهو عيل صغير ويرميه رميه الكلاب. خلاص ارتحت انت كده وطلعتني انا المدان. يا سيدي انت مش مدان، وحتى لو مدان ما انت عندك الفرصه عشان تعوضني، وسيبني انا كمان اعوضك. بابا، عم ايمن اللي كان حاجز ما بيني وما بينك خلاص مات. عمك ايمن ما كانش حاجز بينا، فلوس عمك ايمن هي الحاجز اللي بينا. ولو بتتكلم عن التعويض مش بس فلوس يا مدحت. لا ما ينفعش، هي بتتاخد كلها على بعضها كده باكج، ما ينفعش تاخد حاجه وتسيب حاجه. بص انا عندي اتفاق معاك، خد الورث وتنزل بعديها بيوم ليا، يبقى انت كده طلعت صاغ سليم زي ما انت عاوز. يا ابني دي مش فلوس، دي لعنه. سيدي انا مش عاوز شعارات بقى، بوس ايدك. انا بينت كرامه ورحت المية زي ما قلت لك، وقلت لها ان انا اصلح غلطتي وانا كده تمام. كل ده علشان الفلوس؟ هو انت دخلت جوايا باي حق تفتش في ضميري؟ علشان انا كمان عندي ضمير. بص عشان ما نضيعش وقت بعض، عشان نجيب من الاخر، لو انت سبت الورث ده لحسن يا استاذ كمال، اقسم لك بالله هتربق الدنيا على دماغنا كلنا، واللي يحصل يحصل. ما تبصليش البصه دي، انا بهددك عن اذنك. دي يا ستي كل المعلومات بتاعت علاء راجح، واسماء الزباين وارقامهم اللي اتعاملنا معاهم. اتفضلي. كلهم؟ لا طبعا مش كلهم، اللي عرفت اجيبهم من امبارح. فارس حبايبه كتير وخدم طوب الارض. بس هو انت فعلا ناويه تكلميهم واحد واحد؟ كنت فاكراك هتقولي اساعدك. ما انت بتعملي كده ليه؟ يعني انت ما عندكيش شك واحد في المليون ان فارس هو اللي عملها؟ تصدق كان نفسي اشك بس مش قادره. تصدقي كان نفسي اساعدك بس مستعجل. سلام. والله الواحد ما عارف يقول لك ايه، مش هتركم الاحزان ولا الف مبروك. مش انت كنت زمان بتقولي ان كل محنه جواها منحه؟ ربنا يجعل ايامك كلها منح يا ستي. وانت عارفني مش انانيه ولا طماعه، وبحب اسعد اللي حواليا. طيبه قلبك دي هي اللي مطلعاكي سلم المجد بصاروخ، ده غير قبولك طبعا. وانت برضو ابو بنتي، وحينوبك من الحب جانب. المهم ما يكونش قصاد كرمك ده طلب صعب احققه، هو اني افركش مع مي مثلا. شاطر، على طول بطلع الاول. صعبة يا حسنة. أنا ومي اتفقنا النهاردة إن هنكتب الكتاب. هديلك أضعاف اللي اداهولك مدحت. لا ما هو الموضوع مش مزاد، فلوس الدنيا كلها ما تسواش حاجة قصاد الحب. حب؟ طبعا. حب إيه يا نحنوح؟ أنت عارفة إن أنا راجل وحداني، محتاج حد ياخد بحسي، وأنت أكتر واحدة فاهمة الموضوع ده. ده أنت خدتي بحس أيمن واصل الفترة الأخيرة لحد ما ربنا رحمه. ما صدقت انت جاتلك الفرصة عشان تنتقم مني. اللي بيحب ما بينتقمش يا حلو. أكتر مرة أحس فيها إنك غبي. أثبت لك العكس. أمال فين مرام؟ يا مرام! أهي. أنا هقوم أخدها في حضني بقى، وعايز أفرحها، ده النهارده كاتب كتاب أبوها.